شهد بنت المعصرة حلوان اللي حاولت تفركش الخطوبة، وسبب ان هي فركشت الخطوبة حصلت على 28 طعنة. ايه الاسباب اللي خلت خطيب شهد يعمل فيها كل الطعنات دي او يحاول قتلها؟ سؤال احنا بنسأله كلنا لنفسنا، ايه اللي يخليه عايز ينتقم منها بالحدية دي او بالعنف ده؟ عملت معاه ايه وصلته ان هو علشان خاطر هتسيبه يضربها 28 طعنة؟ خطيب شهد من اسكندرية وشهد من حلوان ازاي اتعرفوا على بعض، وازاي قعدوا مع بعض 3 سنين، وخلال الفترة دي حبوا بعض كرهوا بعض، وايه السبب اللي خلاها تسيبه، وايه السبب اللي خلاه يضربها 28 طعنة. الفيديو ده هنقول لكم بعض التفاصيل عن قضية شهد. والدها قال ان خطيبها ده لا يصلح ان هي تكمل معاه، والسبب ده ان هم يعني السبب ده عرفوه بعد 3 سنين من الخطوبة. طب هو انتوا اكتشفتوا ان هو لا يصلح بعد 3 سنين؟ الواحد بيخطب سنة 6 شهور، بعد الفترة قصيرة بيعرف اذا كان الراجل ده او الخطيب ده يصلح او لا يصلح. دلوقتي بعد الحب والهدايا والخروج والمصاريف، ايه اللي خلى والد شهد وشهد يصروا ان هم يفركشوا الخطوبة؟ احنا كلنا بنفكر مع بعض، احنا كبنات او ستات او رجالة او شباب. انا واحد خاطب بقالي 3 سنين، بجيب لبس وبجيب هدايا وبخرج انا وخطيبتي وبنحب بعض وبنقول كلام حلو لبعض. ازاي بعد 3 سنين من الخطوبة ازاي ان هي تقوله لا انا مش هكمل؟ وحتى لو قالت له ده مش هكمل، ده ما يدروش الحق ان هو يضربها 28 طعنة. ايه السبب اللي يخليه عنيف للدرجة دي ويحاول ينتقم منها بكل الطرق علشان خاطر قالت له انا هسيبه؟ كلام المحامي مع خطيب شهد بيقول ان هو كان بيصرف عليها وبيدي لأهلها مصاريف. يا ترى هي دي الحقيقة ولا كلام ابو شهد اللي هو والدها ان بيقول ان هو ما عملش اي حاجة وما جهزت شقته ولا عرف يعمل اي حاجة في خلال 3 سنين؟ طب ايه السبب اللي خلاك تصبر عليه 3 سنين علشان خاطر يجهز حاجته؟ اللي بيخطب المتعارف عليه ان هو بيبقى مثلا قدامه سنة ونص، ده بقاله 3 سنين خاطب. في ال3 سنين دول انت ما اكتشفتش ان هو لا يصلح كزوج او خطيب لبنتك؟ جاي تكتشف بعد 3 سنين كاملين؟ يا ترى مين اللي كلامه صح، والد شهد ولا خطيب شهد؟ خطيب شهد قال للمحامي بتاعه ان هو خدوا منه مبالغ كبيرة او صرف عليهم او صرف على شهد وادالها فلوس، وكانت يعتبر عيشته معاهم ان هو بيصرف وبيطلع فلوس وبيصرف عليها وبيديلها مبالغ وبيجيب هدايا ضخمة. ووالد شهد بينكر الكلام ده وبيقول ان هو ما بيشتغلش وما عملش شقته وما خدش اي خطوة لقدام. يا ترى مين الحقيقي؟ يا ترى مين اللي كلامه صح؟ الفيديو الجاي هنديلكوا تفاصيل اكتر ومعلومات اكتر من خلال المحامي بتاع خطيب شهد ومن خلال المحامي بتاع شهد شخصيا.